قبل ما احكي لكم اخر لحظة، افتكروا ان الست دي الناس فضلت سنين تحاكمها بسبب ادوارها، لكن وهي على سرير المرض محدش كان بيفكر في الافلام. في الايام الاخيرة دخلت مستشفى المعادي العسكري. اصدقائها كانوا بيترددوا عليها، ومن الاسماء اللي ذكر حضورها في اكتر من رواية كانت نادية لطفي، نجوى فؤاد، نبيل عبيد. وكان في شخص واقف بعيد شايل ذنب عمره كله، كمال الشناوي. هو نفسه قال بعد سنين في أكتر من لقاء إنه شعر بالندم على أشياء كثيرة في علاقته بناهد، لكن تفسير هذا الندم وأسبابه ظل جزء من شهادته الشخصية. كان بيشوف الست اللي حبها بتضيع قدامه ومش قادر يعمل حاجة. قبل وفاتها بأيام ناهد كانت عارفة إن النهاية قربت، والمرض وصل لمرحلة ما فيش بعدها رجوع. والست اللي الناس كانت فاكرة إنها عاشت حياتها وسط الأضواء ما كانتش بتفكر في السينما ولا الشهرة ولا الفلوس، كانت بتفكر في بنت صغيرة اسمها لينا، 4 سنين بس. وبحسب ما نشرته عدة صحف مصرية، أوصت ناهد إن شقيقتها الكبرى إيناس هي اللي تتولى تربية بنتها، لأنها كانت أكتر شخص بتثق فيه. وأوصت كمان إن جنازتها تبقى بسيطة جدا من غير مظاهر ولا زحمة ولا استعراض، كأنها كانت عايزة تخرج من الدنيا بهدوء بعد عمر كله ضجيج. يوم 7 إبريل 1981 توقف القلب، ورحلت ناهد الشريف الممثلة اللي أسعدت ملايين الناس. كانت بتموت وهي نفسها تعيش كام سنة زيادة علشان بنتها، وحسب الروايات المنشورة كانت آخر كلماتها: كان نفسي أعيش عشان بنتي بس ربنا عايز كده. وبعدها أسلمت الروح، كان عمرها 43 سنة فقط. 43 سنة اتملوا باليتم والحب والخذلان والشهرة والوحدة والمرض. لكن في ناس ما بتعرفش قيمة الإنسان إلا بعد ما يمشي. في الجنازة كان كمال الشناوي موجود، وبحسب أكتر من لقاء صحفي أدلى به لاحقا ظل يعتبر ناهد واحدة من أهم النساء في حياته، واعترف أنه تألم جدا لرحلها. وتنقل روايات صحفية أنه بكى بشدة أثناء وداعها، وشعر بالذنب تجاه حاجات كتير حصلت بينهم، وأحيانا الاعتذار بيوصل بعد فوات الأوان. بعد وفاة ناهد بدأت حياة جديدة لبنتها. لينا كبرت بعيد عن الأضواء وبعيد عن عالم السينما، في محاولة تعيش حياة طبيعية بعد كل اللي مرت بيه أمها. لكن حتى بعد موتها النسيان رفض يسيبها. سنين طويلة ناس كتير ما كانتش تعرف قبر ناهد شريف فين، وحسب ما نشرته صحف مصرية وبرامج تلفزيونية فضل مكان دفنها غير معروف بالنسبة لكثير من محبيها، لغاية ما أعيد التعرف عليه بعد سنوات داخل مقابر المجاورين في القاهرة، وتداول المهتمين بتاريخ الفن صوره وموقعه. الرواية دي رجعت اسمها للناس بعد ما الزمن كاد ينساها. لو هنحكم على ناهد الشريف يبقى نحكم على الحكاية كلها مش على صورة واحدة، لأننا لو وقفنا دقيقة وبصينا لحياتها هنلاقي طفلة فقدت أمها وفقدت أبوها، وشالت مسؤولية أخت مريضة، واتجوزت وهي لسه صغيرة، واتطلقت وحبت واتكسرت واشتغلت عشان تعيش، وحاربت السرطان وماتت وهي نفسها تعيش يوم واحد زيادة عشان بنتها. وده يمكن أكبر درس في الحياة، إننا ساعات بنختصر إنسان كامل في صورة أو مشهد أو أفيش فيلم، وننسى إن ورا الصورة دي عمر كامل من الوجع. وبينما فضل جمهور كتير فاكر ناهد شريف كنجمة إغراء، فضل المقربين منها حسب شهاداتهم يفتكروا إنسانة خجولة محبة لأسرتها، وشالت مسؤوليات أكبر من سنها بسنين. يمكن التاريخ يختلف في تقييم أفلامها، ويمكن يختلف في تقييم اختياراتها، لكن صعب جدا يختلف على حقيقة واحدة، إن حياة ناهد شريف كانت أقصى من معظم الأفلام اللي مثلتها.